بصوا حبايبي، مساء الخير عليكم، مساء الحلويات، مساء كل حاجه حلوه في حياتكم. الدنيا ساقعه قوي قوي قوي، فالواحد قام قال هقوم اعمل مبروشه. المبروشه ديت كانت بتتعمل زمان، هنيجي نفكر بعضنا بيها. بصوا بقى، انا حاطه هنا بيضتين وعصره معلقتين برتقان، معلقتين بالعدد برتقان. ودوت انا حطيت دلوقتي سكر، يجي 4-5 معالق سكر. ما نكترش السكر عشان عشان هنحطه مربى، ماشي. وديت شايفينه ده بيكنج باودر، معلقه واحده بس بيكنج باودر، ماشي. وبعدين حاطين كمان، حاطين فانيليا، ماشي ماشي يا حبايبي. بصوا هنفضل نقلب بقى فيها، بصوا شايفين كده. وبعدين هنحط اهم حاجه ما تنسوهاش، هي رشه الملح صغيره، رشه بصوا صغيره خالص، هتعدل بس الطعم، ماشي ماشي يا حبايبي. هنقوم مقلبين بقى، شايفين، هنقلب لغايه ما تنعم شويه. وبعدين هنحط هنحط الزبده، سمنه اللي عندك حطيه، ماشي. لو عندك مثلا سمنه حطي سمنه مع زيت، يعني خليط من ده وخليط من ده. انا هحط دلوقتي حبه زيت معاها. وهنحط تقريبا نص كوبايه، يعني مش نص كوبايه بحالها، يعني كم مكعب كده زبده، ماشي. نص كوبايه صغيره زبده. شوفوا حبايبي، انا مقطعه الزبده، شايفه عامله ازاي، شايفين. هنحط كمان مكعب، يبقى كده كام؟ حطينا كام؟ 1 2 3 4 5 6 مكعبات من الحجم اللي انتوا شايفينه ده، ماشي. وبعدين هنقعد بقى نقلبها لغايه ما تاخد عجينه كده، مع الزبده تدوب مع الحاجه اللي انا حطاها دي. وبعدين هنحط كوبايه ونص. وبعدين هنرجع نحط كوبايه ونص كمان لغايه ما تبقى عجينه في ايدينا، ماشي. دلوقتي بقى هقعد اضرب فيها لغايه ما تنعم خالص. فين يا حبيبي؟ بصوا هي ما دابتش قوي، بس انا مش عاوزاها تدوب اصلا، انا عايزاها كده عشان لما اجي اعجن الزبده تبقى عامله في الدقيق. بصوا دي كوبايه من دي، شايفينها حجمها كوبايه من دي، هنحط كوبايه ونص منها. وبعدين نرجع نحط كوبايه ونص كمان منها، ماشي. نص، ماشي. وبعدين هنرجع بقى ديت النص التاني بقى، ماشي. هنرجع بقى بعدين لما هنحتاج هنحط تاني. شايفينها هي كده هتحتاج اكتر. انا متاكده ان كده هي مش كفايتها، لازم تبقى عجينه متماسكه. شايفين يا حبايبي؟ ادي كمان كوبايه. وهنعجن برضك، بس احنا هنعجن بقى بايدينا، يعني نحاول ننزل في البتاع ده خالص. وبعد بصوا احنا بنحاول نلم، مش بنحاول نعملها نعجنها، يعني احنا بنحاول نلم. شوفوا هي ملزقه في ايديا ازاي. بصوا اول ما حطيت ايديا فيها قامت لمت مع نفسها. هي احسن حاجه الايد بصراحه، يعني هي العجينه دي بالذات المبروشه هي احسن حاجه الايد. اسمها باستا فرورة او مبروشه، لو حد يعني عايز يعرف اسمها الحقيقي، بلا اسمين، باستا فرورة ومبروشه. بصوا الزبده لسه فيها ما دابتش، هي كده. بصوا كده مش ماسكه نفسها قوي. هتحتاج برضك مننا نص كوبايه نص كوبايه بتاعت اللي انا قلت لكم عليها، يبقى كوبايه ونص، ماشي.
هنفضل بقى نعجن لغايه ما ندوب ايه الدقيق دوت. احنا مش هنعجن، احنا بندوب بس الدقيق، يعني هنفضل نعمل فيها كده لغايه ما تدوب مع الزبده. شايفين يا حبايبي بقت عامله ازاي؟ انا عايزاها كده. بصوا بقى هنقسمها 2 وهنحطها في التلاجة من تحت شويه بس، عشان احنا الدنيا ساقعه اصلا. شويه بس عم نسخن الفرن، نقيت الفرن نسيبه شويه يدفلنا الشقه، ونقوم عاملينه ونقوم عاملينها كمان ونقوم عاملينها بقى، عاملين المربى والحاجه فيه. شوفوا هنحطها في التلاجة شويه. بس يا حبيبي انا قعدت احفرتها. لو هي قاسيه معاكم وانتوا بتفرطوها، حاولوا تحطوا على ايديكم حبه ميه او حبه زيت. بصوا هي مش من تحت مش هتلزق، عشان انتوا هي معموله بالزبده. يعني حتى لو قالب ألمونيا او قالب اي قالب عندكم مش هيعمل اي حاجه، ولا هيلزق ولا اي حاجه، عشان الزبده فيها. هو عامله زي بصوا عامله زي ما يكون عجينه السابليه كده، مش عارفينها؟ هي زيها بالظبط. بصوا هنفضل نفرد بقى، وبعدين نحط هنحط المربى. شايفينها هنحط المربى عليها، مربى فراوله، اي مربى عندكم، حتى لو مربى مشمش، مربى تيم، مربى عنب، اي مربى انتوا حاطينها عندكم في التلاجة، مربى كراز، اي مربى انتوا بتحبوها حطوا فيها، تبقى جميله اصلا. اي نوع مربى هتحطي فيها تبقى حلوه بقى، هتديها طعم جميل. بص هفضل افرد فيها بقى عشان تبقى كله قد بعضه، يعني حاولي تسويها ان هي تبقى ما تبقاش في حته عاليه وحته واطيه، ماشي؟ بصوا حطيت المربى. بصوا يا حبايبي هنحدد المربى اهي، شايفينها؟ هحاول بص انا هرفع شويه من الجناب، لو تبصوا ما تاخدوا بالكم هرفع شويه من الجناب، ماشي؟ هعملها بقى افردها في قلبها. واحسن حاجه انك ما تبشريش بره المكان، يعني تبشري في قلبها، تبشري اللي بالمبشره في قلبها. هوريها لكم بره. بصوا نفرد الاول المربى، نبقى كله قد المكان كله فيه مربى اهي عشان يبقى المكان كله فيه مربى قد بعضه، يعني زي ما سويت العجينه قد بعض لازم تسوي المربى تكون كلها قد بعض. اللي بيحب مربى كتير يحط، انا حاطه طبعا ما انا بحب، يعني ما بحبهاش تبقى فيها مربى كتير قوي، ماشي يا حبايبي. بصوا بقى، بصوا يا حبايبي هنبشرها كده اهو، ماشي؟ في كل حته شويه، يعني هنا شويه وهنا شويه كده، يعني الاحسن انك تبشرها فوقها احسن ما تبشرها في حاجه بتلم تاني، يعني لما بتحطها في الطبق بتقوم لما تاني. لما بتبشرها فوق بيبقى احسن، تعرفي تفرقيها كويس، ماشي؟ هنفضل بقى نبشرها لغايه ما العجينه اللي في ايدينا كلها تخلص على الوش بتاعها، ماشي؟ يلا شايفين يا حبايبي طلعت من بتاع المبروشه. بصوا يا حبايبي انا عاملاها على شكل قلب، شوفوا الجمال الحلاوه دي. بصوا الحمار محمر قوي، والله الكاميرا ظلماها، والله هي حمرا ولونها جميل ومقرمشه، ماشي يا حبايبي؟ الله تعجبكم، ما تنسوش اللايكات.